ايوه انا عارف مشكلتك. انت قررت تبدا في مجال الاي تي ولكن مش عارف تاخد كورسات ايه، مش عارف تبدا فيهم ازاي وتبدا منين. ايه القصه وايه الحكايه؟ انا زيك بحب الطريق المختصر وبحب انجز على نفسي ومش عايز اضيع وقت كتير. فانا لو مكانك وانا لسه ببدا في مجال الاي تي هفتح اول حاجه لينكد ان واشوف الوظائف اللي انا ممكن اشتغلها في بدايتي. فانا هلاقي كده عندي في اول سلمه في مجال الاي تي وظيفه اسمها اي تي هيلب ديسك او اي تي تكنيكال سبورت. هفتح واشوف العوامل المشتركه اللي موجوده في 10 20 30 وظيفه وهم دول اللي ذاكرهم. طيب بعد ما خلصت الحاجات دي كلها ابدا ازاي او اخد كورس ايه؟ برضو الاي تي هيلب ديسك يا صديقي لازم يكون فاهم يعني ايه كمبيوتر ويعرف مكوناته ولازم يعرف اغلب المشاكل اللي فيها عشان يعرف يحلها كل يوم. فاساسيات الكمبيوتر دي كلها موجوده في كورس اسمه A بلس. الكورس ده هيفهمك كل الاساسيات اللي انت محتاجها وكل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن الكمبيوتر. ولكن في مشكلة واحدة بس، هو انك هتاخد حاجات كتير قوي نظري مش هتشوفها ولا تشتغل بيها كل يوم في الشركات. بس كورس مهم والمشكلة دي ليها حل في آخر الفيديو نتكلم عليه. الحاجة التانية اللي الهيلب ديسك لازم يكون فاهمها وواثق منها وجامد فيها ألا وهي أساسيات الشبكات. لازم يكون فاهم يعني إيه أي بي أدرس، يعني إيه سبنت، يعني إيه جيت واي، يعني إيه راوتر، يعني إيه سويتش، ويعني إيه راوتنج، ويعني إيه ماك أدرس، وأغلب التفاصيل والأساسيات دي كلها. والحاجات دي كلها برضو موجودة في كورس اسمه ال N بلس. تالت وأهم حاجة هو إنه لازم يكون فاهم كويس قوي أغلب المشاكل اليومية اللي ممكن يقابلها مع الموظفين وهو شغال في الشركة. زي مثلا إن موظف نسي باسورد، موظف عايز يعمل يوزر جديد، يتعلم يعني إيه جروب بوليسي وإزاي يقدر يعمل حماية للشبكة بتاعته من الاختراق أو من إن أي حد يدخل على الشبكة بفلاشة مثلا فيحط فيها ملف ضار فيبوظ الجهاز أو يبوظ الشبكة كلها. لو في ملف مثلا بالغلط اتمسح إزاي يرجعه تاني ويعمل له باك اب. إزاي يدير كل اليوزرات وكل الكمبيوترات عن طريق حاجة اسمها ريموت اكسس وعن طريق برضو الويندوز سيرفر وإزاي يتحكم في كل الحاجات دي كلها عن بعد. أغلب التفاصيل وأغلب الحاجات دي كلها. والحاجات دي بقى مش هتلاقيها في كورس، الحاجات دي هتلاقيها في فيديوهات عادية خالص على اليوتيوب. لازم انت اللي تدور عليها وانت اللي تشوف بقى ايه القصه واغلب المشاكل دي ايه وانت لسه عليها بنفسك. وده وقت وجهد طويل قوي هياخد منك شهور في البحث وشهور في المذاكره اللي مع نفسك. طيب والحل ايه؟ انا عملت لك دبلومه كامله اسمها اي تي هيلب ديسك. الدبلومه دي فيها اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات وكمان اساسيات السكيورتي اللي انت محتاج تعرفها وكمان اشهر المشاكل اليوميه اللي هتقابلها كل يوم وانت شغال كاي تي هيلب ديسك. الميزه بقى ان الشغل كله عملي، كل معلومه بتاخدها هتلاقي عليها التطبيق العملي في الفيديوهات اللي انا عاملها. زائد ان انا واخد المعلومات المهمه جدا من ثلاث كورسات، الاي بلس والان بلس وكمان الاس بلس اللي يخص جزء السكيورتي. واخد المعلومات اللي انت هتشتغل بيها كله في الشركات مش المعلومات النظري اللي هتضيع وقتك وتصدعك على الفاضي. حاجات مهمه جدا هتشتغل بيها كل يوم. بجانب ان ضايف برضو جزء الويندوز سيرفر، ساعتين كاملين بشرح فيهم الويندوز سيرفر من اول الانستليشن وازاي تحمله اصلا على جهاز الكمبيوتر او على السيرفر لحد ما تطبق كل البوليسيز وتطبق كل الحاجات، تعرف كل المميزات والفيتشرز اللي فيه عشان تقدر تتحكم في الاجهزه كلها وتقدر تعمل يوزر مانجمنت، جروب بوليسي، فايل سيرفر، برنت شيرنج، وطبعا حاجات تانية كتيره قوي. فلو محتاج تعرف تفاصيل اكتر هتلاقيني سايب لك رقم الواتساب هنا، ابعت لي وهبعت لك كل التفاصيل. لحد هنا وكفايه، ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.